الشاورما باللحمة هنعملها في البيت بطريقة بسيطة واقتصادية وأرخص كتير مما هتجيبيها من بره. معايا نص كيلو من اللحمة هقطعه شرايح رفيعة، وبعدين هجيب طبق أحط فيه معلقتين من الليمون ومعلقتين من الخل، ومعايا معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة من نص معلقة من الحبهان المطحون، وفلفل أسود وملح. وبعدين هجيب معلقة من دبس الرمان ومعلقة من الصويا صوص، واجيب بصل متقطع، وبعدين احط اللحمة واقلب كل ده مع بعض واسيبها منقوعة ساعتين، واجيب طاسة سخنة على النار فيها معلقة من الزيت. لما تسخن كويس انزل بالشاورما واشوحها، وبعدين في الاخر احط فلفل الوان، وبعدين اجيب الصوص بقى معلقة مايونيز مستردة وكاتشب، واقلب كل ده مع بعضه، واجيب عيش افرده اي نوع عيش، وبعدين احط الصوص في الارضية، وبعدين الشاورما وفوقه الصوص برضو، وبعدين اقفله من الجوانب كده، وفي الزيت اللي فاض من الشاورما